كام مرة سمعت حد بيوصف حد تاني بإنه يتحط على الجرح يطيب، وده باختصار حد كده زي البلسم بيحاول يتعهد كل الناس اللي حواليه بالرعاية وبالاهتمام، بيخفف ويواسي. تسلية المحزون عبادة مهمة جدا، وعشان كده ربنا تولاها بنفسه لما خفف على سيدنا نوح قال له فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، ما تزعلش. وقال كمان للنبي صلى الله عليه وسلم قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون. فمن هنا ألف تحية وألف دعوة من قلوبنا بالسعادة والفرح والراحة لكل حد في حياتنا بيحاول يخفف علينا ويقسمنا أحزاننا وأوجعنا. عشان كده أنا في الفيديو ده جاي أقول لك 6 حاجات مهمة جدا بيهم إزاي تقدر تكون الشخص ده، الشخص البلسمي واللي بيعرف يواسي. والفيديو النهاردة هيكون على غير العادة شوية، طويل شوية، معلش بقى، يلا بينا. أول حاجة، لما تلاقي حد حزين اوعى تستخف بمشاعره مهما بدت وظهرت ليك انت انها هينة وملهاش قيمة. فاوعى تعمل زي إخوة يوسف لما قالوا لأبوهم تالله إنك لفي ضلالك القديم، استخفوا بوجعه وبمشاعره. فأول حاجة لازم تعرفها وانت بتتعامل مع الناس الموجوعة دي انك اوعى تتنكر او تستخف بمشاعر حد، او تحسسه مثلا ان مخاوفه واحزانه ما تساويش عندك شيء، او تحسسه انه مبالغ في احزانه. لانك باختصار مش مفروض تركز على حجم المشكلة ذاتها، لكن المفروض تركز على مدى تأثيرها فيه. فزي ما ممكن تكون مشكلة كبيرة ويكون تأثيرها في الشخص القوي قليل، فكمان ممكن تكون مشكلة صغيرة لكن تأثيرها في الشخص المرهف كبير قوي. تاني حاجة عايزك تعرفها، ودي أجمل وأول وأصدق نصيحة ممكن تقولها لشخص مكروب أو مهموم، وهو إن أنت تفكره إن قلبه بكل الوجع اللي فيه بإيد ربنا وحده. لأن ربنا قال لنا واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. قلبك اللي انت شايله في صدرك وبتروح وبتيجي بيه ربنا بيحول بينك وبينه، وهو الوحيد اللي يملك إسعاده. وعشان كده تأكد له إن ربنا الوحيد المطلع على حجم وجعه وخوفه. وتفكروا كمان بقى إن ربنا اعتبر مخاوف نملة وسجلها في كتابه ليوم الدين لما قالت لا يحطمنكم سليمان وجنوده. دي مخاوف نملة، فما بالك بقى بمخاوفك انت وأحزانك. وربنا كمان قال وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، فما بالك بقى بدمعة وجع نزلت من عين مؤمن. وعشان كده ربنا قالها لنا صريحة في كذا آية، ربكم أعلم بما في نفوسكم، أعلم بحزنك وبوجعك وبوحدتك كمان. وقال لنا كمان ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن. كان ابن عباس دايما لما يسمع الآية دي يقول ما نخفي وما نعلن من الأحزان. فشطارتك بقى أنت كمواسي إنك توصل له إن ربنا عالم بوجعه، لأن اليقين بإحاطة علم الله بيطفئ الأحزان. عشان كده ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ده، قال له فلا يحزنك قولهم إنا نعلم. فدي أهم نصيحة ممكن تخفف بيها ألم حد، إنك تعلق قلبه بالله وحده وتوصل له إن ربنا أكبر من كل جراحه. فدايما لو لقيت حد خايف وحزين وعايز تطمنه ما تكلموش عن تفاصيل المشكلة اللي هو فيها، لكن كلمه عن رب قادر على رفعها مهما كانت. وعشان كده القرآن سجل أسمى حالات الطمأنينة في عبارة واحدة بس، لا تحزن إن الله معنا. ففي وسط المشاكل دي كلها والمطاردة اللي هم فيها لا تحزن إن الله معنا. فلو عايز تطمن حد فكره بقرب ربنا وقدرته على تغيير كل شيء. تالت حاجة بقى، دايما لما تلاقي حد حزين وعنده مشكلة حاول تفتش عن جذور المعاناة والحزن اللي جواه، وبلاش تقف عند كلامه وتكون حرفي. لما كانت مريم مهمومة لدرجة إنها تمنت الموت ناداها عيسى من تحتها وقال لها ألا تحزني. ما قالهاش بقى ما تتمنيش الموت والكلام ده، لكن قال لها ألا تحزني، لأن الأحزان هي السبب الرئيسي في إنها تتمنى الموت. رابع حاجة بقى، إنك لما تشوف حد حزين ومهموم حاول تفكره إن في ناس أفاضل كتير عانوا أكتر منه، ودي طريقة القرآن في المواساة. عشان كده لما ربنا واسى النبي صلى الله عليه وسلم قال له اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود. وكمان تقول له هون على نفسك وافتكر إنك مش وحيد في الحزن ده، فأهل الجنة مثلا كمان شاركوك في الحزن والوجع ده نفسه. اسمع كده قالوا إيه، وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. فأنت مش لوحدك في الحزن ده. خامس حاجة بقى هو إن أنت لازم تفكروا كمان إن كل شدة بيعقبها خير وكل حزن بيعقبه فرح، وهي دي سنة ربنا في الحياة. بص كده على السنين اللي ربنا نفسه وصفها ب7 شداد حملت ليوسف إيه؟ شدة حملت ليه خزاين الأرض،
واعرف كمان ان تتابع الألم بعد الألم والغم بعد الغم ده علامة لشيء واحد بس، وهو انتهاء الأحزان عنك تماما. اسمع كده، ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ بيقول فأثابكم غما بغم. ليه بقى؟ لكي لا تحزنوا. تتابع الأحزان لازم يكون بعده انتهاء للحزن خالص. سادس وآخر حاجة بقى، إنك لما تلاقي حد حزين فلازم تنشط ذاكرة الأفراح والمكاسب السابقة في حياته. وعشان كده ربنا قال للصحابة لما حزنوا بعد غزوة أحد: أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها، فلو أنتم زعلانين على اللي مات منكم في غزوة أحد 70، فأنتم كمان قبل كده قتلتم منهم 70 وأصرتم 70 في غزوة بدر. فحاول دايما تنشط ذاكرة الأفراح السابقة في ذهن أي حد حزين. ومفيش حد مننا حياته خالية من نعمة أو من حاجة جميلة حلوة ممكن تفكروا بيها في ساعة حزنه. أنا كده تقريبا خلصت، وطبعا عشان الفيديو بتاعنا ده طويل شوية فلازم أقول لك الخلاصة إن هي 6 حاجات لو اتعلمتها هتقدر تكون الشخص اللي يتحط على الجرح يطيب. أول حاجة، اوعى تستخف بمشاعر أو خوف أي حد. تاني حاجة، علق القلوب الحزينة بربنا وحده، وعرفها إن ربنا الوحيد اللي عالم بمقدار وجعها، وهو الوحيد اللي قادر على راحتها. تالت حاجة بقى، ما تبقاش حرفي وتقف عند الكلمات، لكن حاول تفتش عن جذور الحزن جواه. رابع حاجة، إنك تفكروا بالناس الأفاضل اللي عانوا أكتر منه. خامس حاجة بقى، إنك تفكروا إن مفيش حزن إلا وبعده فرح. سادس حاجة، إنك تنشط ذاكرة الأفراح جواه، وإوعى تنشط ذاكرة الأحزان. وبكده تكون انت الشخص البلسمي اللي بيعرف يطبطب ويواسي. فاللهم حسن سيرنا بين خلقك، واجعلنا سببا في تخفيف جراحهم ومن المقبولين بينهم.